السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ حبايبي ومتابعيني الكرام اللي بيتابعوني في كل مكان. النهاردة هنا قلت أبدأ معاكم بقى توضيبات الشتاء. كنت بطلع الشتوي وبدخل الصيفي، فقلت أشارك معاكم يمكن حد يتشجع معايا. ويلا لو لسه ما طلعتيش حاجتك وحاجة ولادك، يلا ابدأي بقى طلعيها كده وتنشطي معايا. هنا انا كنت خلاص طلعت الشتوي ورصيته في الدولاب، بس انا ما كنتش عامله حسابي ان انا اصور. فما حبيتش كمان، فلما بدات اصور ما حبيتش بقى ادوشكم بالتفاصيل بتاعتي وقت بقى ما انا قاعده بطبق وارص والكلام ده. كمان هنا خلصت خلاص الاوضه وغيرت الملايات بتاعت اوضه الولاد، وظبطت الاوضه كلها ولمعتها. فاضل بس على تركيب الستاير. كنت شايلاها يعني وغسلاها ولسه هركبها. خلصت خلاص الأوضة كلها وظبطت الدنيا وظبطت الملايات، بس ما حبيتش ادوشكم بالتفاصيل. كمان هنا خلصت خلاص، بعد ما خلصت بقى عملت لنفسي كوباية شاي. بقى قلت ايه، اقعد كده اروق على نفسي بقى شوية قبل ما ابدا بقى في شغل البيت والاكل والكلام ده. كانوا هم بقى قايلين ان في اليوم ده في كسوف للشمس و وفجأة كده واحنا بقى قاعدين، انا كنت صاحية بدري وخلصت بقى الدنيا على الظهر. طبعا احنا كلنا بقى ظبطنا يومنا وبدأنا نصحى بدري عشان المدارس وكده. كل سنة وانتم طيبين. هنا بقى خلاص كان فجأة كده لقينا الجو قلب، والوقت طبعا وقت الكسوف، فطبعا الدنيا كانت مظلمة شوية. فكان الوقت ده على يعني على 3:30 4 كده العصر. والجو كان قالب جدا والمطره كانت شديده جدا. بحب قوي الاجواء دي، واحب اقف اتفرج على المطر وادعي ربنا ان يحقق لي كل اللي بتمناه. يا رب يتقبل مني ومنكم، واللي نفسه في حاجه ان شاء الله ربنا يحققها له السنه دي، وتبقى سنه سعيده باذن الله عليكم. شايفين المطره كانت شديده قوي، ويعني كانت غريبه. الشتاء كان بيرحب بينا يعني. مش قادره اقول لكم بقى الدنيا كانت عامله ازاي. يلا، وبيفكر كمان بقى الناس اللي ما طلعتش الشتوي بقى ايه، خلاص امطار يعني لازم نبدأ ونطلع حاجتنا. خلاص بقى اتفرجت على المطره شويه، وانا هنا كنت متبله شيش طاووق. دخلت بقى احضر الغدا كده للولاد. الشيش طاووق كنت متبلاه، حاطه عليه زبادي، وكنت سايباه يعني في التتبيله، فدخلت عشان اسويه. حاطه زبادي وليمون وملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. وبسيبه في التتبيله دي كذا ساعه، ويستحسن لو يبقى من بالليل. لو مفيش يعني يبقى مثلا 3 ساعات ساعتين على حسب بقى الوقت اللي عندك. ببل بقى العصيان بتاعتي الخشب وببدأ أرص فيها الخضار بتاعي. بحب قوي البصل المشوي والفلفل الألوان، لما بيتشوي بيبقى طعمه حلو قوي. بدأت بقى أسويه. أنا بسوي ما عنديش جريل يعني على النار، فبسوي في الصينية دي كمان عشان تكفي العصيان. ممكن في طاسة تيفال، صينية تيفال، اللي عندك يعني استخدميه. بسويه على النار من فوق. لو حسيت انه لسه محتاج تسوية تاني ممكن ادخله الفرن، بس هو هنا محتاجش معايا واستوى بسرعة قوي. كنت مسخنة بقى فحمة على على العين التانية الصغيرة. حطيتها بقى في فنجان هنا في ورقة فويل. ورشيت عليها معلقة زيت و... وغطيت كده يعني عشان الشيش ياخد من طعم الشوي يعني، ويبقى طعمه حلو. دي تكاية حلوة بيعمليها ما تنسيهاش. عملت جنب رز اصفر وسلطة زبادي، وهو ده كان يومنا النهاردة، بسيط وسريع. وان شاء الله اكمل معاكم في فيديوهات جاية كتير. اتمنى ان انتوا بقى تحطوا لي اللايك، ومتنسوش اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. مع السلامة.